السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. النهارده يا جماعة هقول لكم 5 مشاريع منزلية، كل مشروع منهم أنجح من التاني، كلهم مشاريع ممتازة، كلهم مشاريع محترمة ومربحة جدا، بس كل واحد منهم ليه مفتاح. لو ملكت المفتاح بتاعه اقدر اقول لك ان انت هتقدر تعمل احلى فلوس منه. كل مشروع يا جماعه ليه روشته هقول لك عليها، واقول لك على التركيه بتاعته، وهقول لك على المفتاح فيه جاز صغير جدا، ومش هنطول وقت الحلقه. النهارده يا جماعه مسميها حلقه الخلاصه. الحلقه الخلاصه اي واحد عنده سطحه وعنده مكانه وعنده راس مال هخليه يقدر يكسب دلوقتي من 4 5 6 مشاريع هقول لك عليهم، وهقول لك على مفتاحهم في ايجاز سريع. هنبعد يا جماعه عن دراسات الجدوى اللي هي الغير واقعيه، الناس اللي بتعمل البحر طحينه، الناس اللي بتقعد تأفور. لا يا باشا، انا هقول لك دلوقتي من منظور تاني خالص. نبدا باول مشروع وانجح مشروع وافضل مشروع، هو مشروع الارانب. مشروع الارانب يا جماعه هو اسوأ مشروع تقدر تدخله في حياتك، وانجح مشروع تقدر تدخله في حياتك. بس في مشكله، او مفتاح المشروع دوت يا جماعه هو عايز شخص عنده المعلومه، عايز شخص عنده العلم، عنده الخبره، عنده المعرفه. لان يا جماعه مشروع زي مشروع الارانب نماذج كتيره جدا 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 عملت احلى فلوس منه. مش قولته الوحيده ان هو مشروع محتاج الخبره. عندك خبره تقدر تتعامل مع الامراض ومع مشكله الارنب، اقدر اقول لك ان ده مشروع ناجح بامتياز، وانصحك تبدا بيه فورا. خلي بالكم يا جماعه، لازم تبدا بعدد صغير تتعلم فيه، وتبدا تكبر مشروعك تدريجي. هنا اقدر اقول لك ان انت لازم تشرب الخبره وتشرب الصنعه. ندخل في تاني مشروع، هو مشروع البط. البط يا جماعه من الاخر هي دوره رمضان وشكرا. اكتر دوره فيها ربح واكتر دوره ماسكه سعر هي دوره رمضان. بندخل الكتكوت بتاعنا او البطايه بتاعتنا. نبدا يا جماعه البط المسكوفي او اي نوع بط، مش هقول لك بط مسكوفي، اي نوع بط، بس الافضل المسكوفي. تمام. بنبدا قبل رمضان ب4 شهور ونص نبدا نجيب الكتاكيت بتاعتنا او البط بتاعنا. بيكون العائد بتاعه مربح جدا في رمضان غير السنه كلها. السنه كلها التجار هيلعبوا بيك الكوره، السنه كلها السعر هيبقى نازل، هتدلل عليه. الا لو انت راجل قديم وراجل عندك الزباين بتاعتك، خلاص تبقى العمليه تمام معاك. مشكلته يا جماعه زي ما قلت لحضراتكم ان هو تكلفته عاليه، بس بتعوض نفسها في رمضان. تمام. طول السنه يا جماعه التجار هتشتغلك وهتقعد تدلل عليه ليل ونهار. تمام يا جماعه. ورب اي نوع بط، بس افضلهم المسكوفي عن تجربه. تمام. والمولر ممتاز، وكل الانواع ممتازه. تمام يا جماعه. مش عاوز ادخل في تفاصيل، انا بديك الخلاصه الروشته السريعه. تمام. كل مشروع ومفتاحه. معاك المفتاح هتدور يا باشا وتكسب، ما معاكش المفتاح انا مش عايزك تخسر، ومش عايزك يعني تقعد تجرب وتضيع فلوسك على الفاضي. تمام. كل اللي انا عايزه منك تاخد المعلومه وتنفذها. الحاجات دي يا جماعه بكلمها عن تجربه، كل مشروع من دول انا عملته، وكل مشروع من دول انا اشتغلت فيه. تمام. ندخل يا باشا على المشروع اللي بعده، مشروع السمان. مشروع ممتاز جدا جدا، راس ماله قليل، مش بيحتاج تكلفه، مش بيحتاج مكان. تكلفه التشغيل بتاعته يعني قليله جدا. مناعه السمان عاليه جدا، لا بيحتاج تحصينات ولا بيجيله امراض. تمام. فتره استرداد راس المال بيبقى سريعه، دورته كلها على بعضها 40 يوم. تمام. انصحك تربي السمان الابيض الجامبو. تمام. طيب مشكله السمان ايه، او مفتاح السمان ايه؟ مفتاحه في التسويق. معاك افكار حلوه واقعيه للتسويق، اتوكل على الله وارمي فلوسك في السمان. ما معكش افكار للتسويق وهتلاقي عندك مشكله في التسويق، يبقى فارمل يا باشا، لانك انت في الاخر هتلبسهم. تمام. مشروع ممتاز جدا جدا جدا، مشكلته او مفتاحه في التسويق. نيجي للمشروع اللي بعده. احنا كده يا جماعه قلنا الارانب، وقلنا البط، وقلنا السمان. الرومي الابيض. الرومي الابيض يا جماعه هو اللي يصلح كمشروع تجاري، ماليش دعوه بالرومي البلدي بتاعنا. الرومي البلدي بتاعنا ده يتربى للتربيه المنزليه، ده غير مجدي اقتصاديا وغير مجدي كمشروع استثماري. تمام. الرومي الابيض اللي هو بيقولوا عليه اللي هو الرومي الفرنساوي، او ليه اسم تاني اللي هو الرومي الهجين، هجين النعام. تمام. مشروع ممتاز جدا جدا، ونفس القصه يا جماعه. يشتغل في دوره رمضان، هيظبط معاك الانتاج، هيظبط معاك السعر، والبورصه بتاعته بتبقى عاليه. دايما يا جماعه الفراخ البيضاء، البط،
اي حاجه في دخلة رمضان بتمسك سعر طبيعي جدا. الناس كلها بيبقى عليها طلب كتير، والعرض بيكون الطلب اكتر من العرض. طبيعي الناس كلها صايمه، الناس كلها عزومات، الناس كلها عايزه. انتوا عارفين طبعا رمضان بنستهلك كميه اكل اكتر من الشهور السنه كلها بصراحه. يعني فبيبقى طبيعي اللحوم بترفع، الاسماك بترفع، فراخ التسمين، فراخ البلدي، الفراخ البيضاء، اي حاجه يا جماعه في رمضان سعرها بيعلى. فدي فرصه ان انت تبدا تجهز نفسك من دلوقتي. اللي عايز يجرب اي مشروع لسه قدامنا على رمضان 3 4 شهور، اللي عايز يبدا في البط يبدا، عايز يبدا في الرومي يبدا، عايز يبدا في اي مشروع من دول يبدا. تمام. نيجي للمشروع اللي بعده يا جماعه، الحمام. الحمام اتكلمت فيه كتير وقليل. من الاخر والخلاصه ورشته الحمام، علشان تكسب من الحمامتين يكون عندك لا اما برج في مكان واسعه، مكان بعيد ما تصرفش عليه، الحمام يطلع ياكل لوحده من بره، وانت يا باشا تلم الانتاج تبيعه. تمام. الا اللهم ممكن تديله طقه او وجبه خفيفه علشان خاطر بس يعني الحمام لازم يعني ياكل عشان خاطر يعرف ينتج. فما تتكلش ان هو برضو يروح الاراضي البعيده، فانت لازم تديله زي وجبه مفيش مشكله او طاقه، بحيث ان هو يفضل حابب المكان وما يهربش من البرج عندك. تمام. ده المشروع بتاع الحمام. تاني حاجه حمام اللحم الفرنسي، مشروع مجدي اقتصاديا، مشروع لو هنعمله استثمار لا مجدي. حمامتين كويسين، تهتم بالتغذيه بتاعتهم، تهتم بالمناعه بتاعتهم، بالتحديق، بالفيتامينات، تظبط لهم الدنيا عندهم. تكون انت راجل فاهم، راجل عندك خبره، اقدر اقول لك ان انت تقدر تكسب من مشروع الحمام. انا يا جماعه بتكلم عناوين بمفتاح، هقول لك المشروع ومفتاحه. مشروع ده كذا مفتاحه كذا، مشروع كذا مفتاحه كذا، عن تجربه وعن خبرات وعن تجارب. مش عايزك تجرب وتخسر وتضيع فلوسك وتبدا من الصفر تاني وتضيع وقت وتضيع فلوس. لا يا باشا، انا جاي لك بالخلاصه، مش عايز منك غير كلمه الله ينور او كلمه يعني دعوه وخلاص على كده. تمام. وطبعا اللايك والاشتراك في القناه دي حاجه مفروغ منها يا جماعه. تمام. طيب نيجي للمشروع اللي بعده. كده قلنا يا جماعه الحمام، قلنا الارانب، قلنا الرومي، قلنا البط، قلنا السمان. المشروع الممتاز اللي مش هينفع فيه خلاصه كده بس هقول لكم عليه هو مشروع التسمين او مشروع الفراخ البيضاء او مشروع الفراخ عامه، الفراخ البيضاء، فراخ التسمين. تمام. اللي هي بتكون دورتها 40 يوم 45 يوم. تمام. الناس اللي فاهمه لها تركز معايا وعارفه بتكسب ازاي. ده مشروع انا بسميه اللي هو يعني ده قمه المشاريع. قمه المشاريع المنزليه هي الفراخ البيضاء. دورات التسمين ممتازه جدا جدا، محتاجه حد فهمان. لو انت راجل فهمان ومعاك راس مال هتكسب وتضاعف راس مالك في دورتين ثلاثه. هتجيب راس مالك وتضاعفه في دورتين ثلاثه، عن تجربه وعن علم وعن خبره وعن تجارب كتير. عملنا دوره واثنين وثلاثه، بس عايز حد فهمان، فهمان في التحصينات، فهمان في الاعلاف، فهمان في مصدر الكتكوت، بتعرف تجيب كتكوت من مصدر كويس، بتجيب علفك من مصدر كويس، بتجيب الادويه بتاعتك والتحصينات، التسويق بتاعه سهل جدا. محتاج تجهز مكانك، شفاطات، خلايا تبريد، اتكل على الله يا باشا. ظبط التدفئه عندك، ظبط السبله، ظبط النشاره، ظبط ريحه الامونيا، هتلاقي فرخه سوبر بفضل الله. هتبيع ويبقى معدل التحويل عالي جدا، معدل الاوزان عالي جدا. مشكلتك بس اللي هي بتبقى موضوع البورصه، ده هو اللي بيبقى العقبه. البورصه بتبقى لو انت برضه راجل طلعت بنسبه النافع قليله جدا هتظبط معاك وهتجازي معاك لو انت راجل فهمان وانت راجل عامل النسب السليمه او النسب القياسيه اللي بيقولوا عليها. تمام. دي يا جماعه حبه مشاريع منزليه، كل مشروع منهم يعني مربح ومجدي بس لو معاك مفتاحه. كده يا جماعه يبقى انا وصلت لنهايه الحلقه. مش حابب وقت الحلقه يطول عن كده، انا حابب اقول لك الخلاصه او اقول لك الروشته، وانت عايز بقى اي حاجه ممكن نعمل كل حلقه من يعني كل مشروع يا جماعه نعمل له حلقه، ما عنديش مشكله. ادخلوا لي في التعليقات اللي عنده اي سؤال، اللي عنده اي حاجه، اللي عنده عايز اي توضيح، هوضح لك واقول لك على كل كبيره وصغيره في المشاريع دي كلها. غرضنا في الاخر يا جماعه مش عايزك تخسر فلوسك وتقعد تجرب وتضيع في وقتك وتضيع في فلوسك على الفاضي. انا جاي لك بالروشته، جاي لك بالخلاصه، وبقول لك خد ده مفتاح المشروع اهو، ده مفتاحه، ده المشروع وده مفتاحه. مسكت المفتاح وعرفت تفتح، اتوكل على الله. خلاص يا جماعه، في نهايه الحلقه بتمنى لكم الخير كله، وتنسوناش يا جماعه في اللايك والاشتراك في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.